وربنا يا بنات أنا بننضّف دلوقتي تنضيفات رمضان وحاسة إن أنا ما بنمدّش إيدي في الشقة طول السنة، أنا بنطلّع كمية عفر وكمية تراب من الشقة بتاعتي، حاسة إن ما فيش حد عايش في الشقة بتاعتي، وإيه أحسن حاجة بقى أي حاجة كانت تايهة منّي أقلام، كراريس، أساتيك، إمشاط، أي حاجة كنت بندوّر عليها ومانيش لاقياها طلّعتها الأيام ديّة، طلّعتها من تحت السرير، من تحت الكنب، من تحت الأنتريه، خيرات ربنا بحالها طلعت. بس حاسة إن أنا مش بانضّف الشقة بتاعتي من كمية التراب اللي أنا بانضّفها أو اللي أنا بنطلّعها. أول ما نبدأ الكلام نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله، اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم أعني ولا تعن عليَّ، اللهم انصرني ولا تنصر عليَّ. حبيبات قلبي الأمارات، السكرات، اللي بُصّوا اللي غايبين عني وتايهين مني ومش عارفاكم أنتم بقى ساهيين في التنضيفات والّا في تحضيرات رمضان والّا أنتم نسيتوني والّا أنتم فين أساسًا يعني يا بنات أنا مش لاقية تفاعل خالص على الفيديوهات، أختكم إيمان بيطلع عينيها في التصوير. ماشي أنا بننضّف الشقة بتاعتي بس أنا بنحفّز نَفْسي وبنحفّزكم طبعًا التصوير بياخُد منّي وقت، يعني الشغلة هتاخُد منِّك ساعة، تاخُد منِّك ساعتين في التصوير، فأنا عايزاكم بس تقفوا جنبي كده إن شاء الله بإذن الله وتدعموني باللايك وتشيّروا قناتي وتشيّروا فيديوهاتي، وربنا يخلّيكم ليّا وما يحرمني منكم أبدًا ويجعله شهر كريم وخير وبركة وسعادة على أمة محمد جميعًا. يالّا بقى نبدأ النهارده بالفطار، هتفطري إيه يا إيمان؟ ده pancake يا بنات. بُصّوا أنا قعدت كده عايزة نفطر أي حاجة حلوة تكون مسكّرة، أي حاجة تكون متغيّرة يعني عن كل يوم، أنا عملته بس يعتبر مرتين معاكم في القنا، فأنا قُلت النهارده إن شاء الله بإذن الله فتحت تلاجتي كده لقيت فيها بيض، جِبت بيضاية، معلقة صغيّرة بيكنج باودر، معلقة لبن قصدي كوباية لبن، معلقتين دقيق، وعملت الpancake كده وإيه وجهّزته وفطرت. عندِك عسل بقى ممكن تحطيه تغمّسي بيه كده موز بالفراولة، المهم يا بنات بُصّوا هو ممكن يتاكل من غير أي حاجة ووجبة سهلة وبسيطة واقتصادية وما بتاخدش منِّك وقت وبرضه تدّيكِ طاقة بقى طول اليوم في اليوم اللي إحنا هنشتغله فيه ده. يالّا بقى نخش دلوقتي أنا طبعًا خلّصت معاكم أوضة النوم وخلّصت معاكم أوضة الأطفال برضه، جيت دلوقتي للرُكن بقى اللي فيه الأنتريه والرُكن برضه اللي بتاع الصالة. حبّيت بقى إن أنا النهارده إن شاء الله بإذن الله أنضّفه برضه، بس باقي الشقة يا بنات أنا لسه ما فرشتش حاجة خالص، هنفرشها إن شاء الله بإذن الله في فيديو كده مع بعضه تفصيل، أنا بس بننضّف تنضيفات ولسه بقى البلاط لسه ما انفرشش بصراحة. يالّا بقى دلوقتي قولي لي طبعًا في شلافات مصالح بتقول لي أنا خلّصت إيمان الشقة بتاعتي ما فاضلش بس إن شاء الله بإذن الله غير نفرش البلاط. ربنا يعينِك يا حبيبتي ويقويكِ ويجعلها إن شاء الله بإذن الله كده بُصّي تنضيفة الهنا والسعادة على بيتِك كده وإن شاء الله بإذن الله يجعله شهر كريم علينا كلنا يا بنات. أنا خلّصت إن شاء الله بإذن الله كل حاجة، هي فاضلة بس التلاجة بقى عايزة تتنضف بصراحة. عشان نروح بقى نجيب الخضار بتاعه ونجيب الحاجة بقى بتاعة رمضان إن شاء الله بإذن الله. مين زيي لسه ما جابش الحاجة بتاعة رمضان؟ أنا يا بنات لسه ما جبتش حاجة بصراحة، يعني لسه ما جبتش أي سوق بمعنى صح سوق رمضان يعني، وحاجات رمضان وكده، فإن شاء الله بإذن الله بس مستنية لمّا بابانا ييجي بالسلامة إن شاء الله بإذن الله من شغله، ونروح بقى نجيبوا الحاجة اللي ناقصانا، وإن شاء الله بإذن الله لو في نصيب هنشارككم الفيديو ده، ما فيش نصيب يبقى خلاص قدّر الله وما شاء فعل. شايفين بقى كمية الحاجات اللي أنا بنطلعها يا بنات؟ وبُصّوا هاقول لكم يعني أنا بننضّف أول ما أحمد ووسام يخشوا بقى اللعب تنفرد والحاجة بُصّ بتقول اللي فوق بييجي تحت، بس الحمد لله والله يا بنات ده خير وبركة ورحمة من عند ربنا، والحمد لله ربنا بس مدّينا صحة كده ومدّينا عون إن شاء الله بإذن الله هننضّفه ونشيله وندربكه الدنيا بحالها. أنا دلوقتي بقى نضّفت أهوّة وشِلت بس يا بنات اللي هو الإزاز بتاع الشباك ده يعني عشان خاطر السلك بتاعه كان مقطوع، فقُلت بقى اللي أنا هنغسله إن شاء الله بإذن الله بالمرّة ونركّب له السلك بتاعه عشان خاطر السلك خلاص يعني داب كده من الشمس عشان الشباكين دُولة أو الشباك والبلكونة ديّة فاتحين كده إيه يمِّتهم الشمس بقى، الشمس تضرب فيهم طول اليوم، فعشان كده يعني مش بيستحملوا بسهولة معايا. أنا الواحد بيجري على آخره الأيام دي يا بنات والجو بقى قلب برد اليومين دُولة وشتا وهوا فاهمين، برّد تاني، وبرّد بقى في أثناء الوقت اللي أنا شايلة فيه السجاد، فالجو برّد بجد يعني، فالحمد لله برضه يعني هو صيف عندنا يومين أو يمكن أكتر من أسبوع كمان، فأنا قُلت خلاص كده، فجِه بقى لسه قالب كده بقى له يومين أول ما بدأت تنضيفات قلب معايا بقى الجو، فقدّر الله وما شاء فعل، المهم اللي إحنا هنخلّصه يعني هنخلّصه وهننجزه يعني هننجزه. أختكم والله العظيم يا بنات هاقول لكم إيه، والله ما بنقعد، وبنحاول على أقصى جهد إننا نخلّص قبل الولاد ما ييجوا من الحضانة، عشان أول ما بييجوا من الحضانة بيعطّلوني خالص طبعًا، بيبقى حتى دماغي بقى إيه، يعني مشوّشة في التفكير، فالواحد بيحاول على أقصى جهده يعني الحمد لله، الحمد لله اللي إحنا نخلّصه بقى قبل رمضان إن شاء الله، هو كده بإذن الله لرمضان بيقولوا الخميس الجاي إن شاء الله بإذن الله.
فربنا يقدّم اللي فيه الخير وخلاص كده يعني هي هانت معايا إن شاء الله، كده ما فاضلش معايا بقى غير التلاجة، هنغسلها برضه غسلة بقى تكون كويسة برضه للبوتاجاز، تنضيف برضه كده يكون كويس للمطبخ، المطبخ الحمد لله إحنا إيدينا فيه طول اليوم، يعني إحنا معظم وقتنا أساسًا في المطبخ، فعشان خاطر كده بقى بيبقى التنضيف فيه سهل، يعني بالنسبة ليّا أنا كإيمان، لإن أي حاجة بقى بنبقى نرتّبها معايا في المطبخ، بنغسل، بنمسح، كده يعني. هتبقى تلميعة بسيطة إن شاء الله بإذن الله، هنشارك معاكم الفيديو ده إن شاء الله لو في عمر يا بنات، عشان بقى عايزة نفرش إن شاء الله قبل رمضان بيومين، أنا عاوزة نحط بقى الزينة البسيطة اللي عندي كده قبل رمضان بيومين عشان تدخّل بقى البهجة كده والفرحة. أنا بصراحة هاقول لكم على حاجة، في بنات كتير فرشت دلوقتي، بس بصراحة يا بنات حاسة اللي يعني إيه، خدتوا البهجة بتاعة دخلة رمضان، يعني هي أنا بنحب نفرش الفرش كده أو نعلّق الزينة أو الكلام ده كلّته قبل رمضان بيومين، يعني يا دوبك يعدّي يوم وتاني يوم يبقى رمضان، تحسّي بقى بالبهجة والفرحة والكلام ده كلّته. بصراحة أنا كده فما أعرفش بقى أنتم زيي بتحبّوا يعني تفرشوا قبليها والّا إيه؟ شايفين يا بنات كمية العفر وكمية التراب، شايفين؟ بصراحة حاجة مؤسفة للغاية، ولا كأن حد عايش في البيت ده. بس نعمل إيه والله العظيم يا بنات ما بنبطّل معاكم في التنضيفات والروتينات والكلام ده كلّته، بس ما باليد حيلة يعني. الدنيا أصلًا قلبت دلوقتي، يعني أنا نضّفت من هنا والدنيا عفرة وتراب وهوا، قلبت موازين الدنيا تاني، حتى البلكونة اللي أنا لسه ماسحاها معاكم ما كمّلش 3 أيام وبنكنسها كل يوم، يعني أنا ماسحاها معاكم وغاسلاها وكل يوم لازمًا نخش نكنسها الصبح، بُصّوا كمية تراب رملة كده صفرا مبهدلة الدنيا. شايفين بقى وسام بنتي ربنا يبارك فيها يعني بالقلم الرصاص، وطبعًا وسام تعمل حاجة أحمد زيها، جبت كده شوية بريل بشوية خل بشوية مَيّة، ومسكتها كده إن شاء الله بإذن الله دعكتها، وكمان مبهدلة لي الدنيا بقى بالأكرادور يا بنات، مش عارفة لو حد ليه حل يعني في الأكرادور ده يطلع، في ناس بتقول لي هاتي بنزين أو حاجة زي كده، بس والله ما طلع برضه معايا، هي بتخلّيني بقى نايمة حاجة وبنبقى رافعة الحاجة فوق تحط الكرسي، وكل شوية بقى تشكِّل ألوان، تحط لون وتشيل لون، فمبهدلة الدنيا في التسريحة جوّه، وقعت منها الأزازة كده وانكبِّت. فمش عارفة نعمل فيها إيه بصراحة يعني، لو في حد يعني يعرف يطلّع الأكلادور ده إزاي من التسريحة أو من على الخشب يقول لي يا بنات بالله عليكم، لإني بصراحة مبوّظ منظر الدنيا برضه، وعاملة حِتّة كده برضه في الترابيزة بتاعة الشاشة، فربنا يصلح الحال إن شاء الله بإذن الله، بس هي عايزة وقت، أنا مش هنسيبها إن شاء الله، بس هي عايزة وقت بقى، والشقة مكمنّي بقى يا بنات وأنتم عارفين لمّا تبقوا تنضّفي تبقى الشقة متكركبة يعني، بتبقى الدنيا زايطة على بعضها، فأنا إن شاء الله بإذن الله مستنية بس لمّا نعمل الدنيا كده ونلمّها، وبعد كده هنقعد لها بقى ونطلّع كل البقع اللي هي عملتها ديّة في الترابيزة برضه وفي التسريحة جوّه إن شاء الله بإذن الله. ادعوا لي يا بنات والله العظيم الأيام دي بجد، بجد داخل عليَّ باين دور برد. طبعًا أنا بامنتج لكم الفيديو والباب خبّط يا بنات، فداخل عليَّ دور برد بقى مش عارفة والله العظيم، أنا امبارح كنت عند أمي، الولاد قعّدتهم الحضانة يوم يعني، وسام بقى استأذنتني يا ماما لإن الولاد بيزهقوا يا بنات والله، يعني هي بتطلع من الساعة 08:30 كده بترجع الساعة 14:30 فزهقت بقى ملِّت الوقت كتير. قالت لي: "ماما ادّيني إجازة يوم." فاديتها امبارح إجازة وخدتها ورُحت عند ماما، قعدت عند أمي في اليوم ده، فزي ما تكون بقى مش عارفة إحنا غيّرنا جو، بس يعني مش بعيد عننا في نفس المكان يعني، بس بصراحة خدت برد، يعني مناخيري كده فيها إيه، فيها حرقان، زي ما يكون فيها تراب، مش عارفة، أنا باكلمكم دلوقتي وداخل عليَّ دور برد، فربنا يستر ويسهّل الحال كده إن شاء الله بإذن الله ويعدّيها على خير بجد الفترة دي، الحمد لله على كل شيء. يالّا بقى قومي بقى وانجزي كده إن شاء الله بإذن الله يا بنات، ما عادش وقت. وأي حاجة كده نضّفي بقى وإيدِك في الحاجة، وزي ما قُلت لِك خديها بترتيب والله يا بنات، يعني مش لازم إن أنتِ ترهقي نفسِك، أي نعم هي الشقة زي ما قُلت لِك لمّا بتشيلي منها الحاجة مرّة واحدة، بتحسي إن الدنيا بحالها دربكت مرّة واحدة، ماشي أنا معاكِ في كده كُلّته، بس يعني المواسم دي يا بنات بتبقى لها هَلّة ولها فرحة ولها بهجة، وعايزين برضه زي ما قُلت لِك بقى نخش العيد كده إن شاء الله ما يبقاش ورانا غير الكحك والبسكوت والبيضفور والكلام ده كُلّته، بس كده، خلّصت كده إن شاء الله بإذن الله. وخدت بقى كل حاجة يا بنات، هي بس الحاجة الوحيدة اللي فاضلة معايا إن شاء الله بإذن الله، أنا نضّفت الرُكن اللي هو الصالة ورُكن الأنتريه، عايزة بقى نمسك الأنتريه، خدت برضه القعدات يعني بتاعته غسلتها وكده، بس عايزة بقى نمسك الضهر أو القعدة مكان ما بتحطي كوعِك كده أو إيدِك أو إيد الولاد، دي بقى عايزة تنغسل إن شاء الله بإذن الله، بس بقى يعني الفيديو لقيته هيطوّل منكم جدًا، جدًا، فأنا طبعًا مش بنحب إن أنا نكتّر عليكم الفيديو عشان ما اطوّلش معاكم بس، يالّا خدوا النشاط بس، خدوا التحفيز كده وقوموا اتشجعوا واتنشطي معايا إن شاء الله بإذن الله، كل حاجة مش هتاخد وقت بإذن الله، بإذن الله، حتى لو الجو برد يا بنات ما تقوليش الجو برد، أول ما تقومي تشتغلي وتتحركي من مكانِك إن شاء الله بإذن الله
هتتدفي كده وتتشجعي وهتتنشطي وهتبصي بقى تلاقي يعني نتيجة تعبك كده ان شاء الله هتفرحي بجد وهتبقي مبسوطة جدا. ومهما تكوني انت بتتعبي دلوقتي غير ما تبقي طبعا صايمة وفي الصيام وهتبقي بقى تعملي فطار وتيجي برضو بعد الفطار خلاص المواعين تبقى في الحوض عايزة تخشي تغسليها ما انتش قادرة تغسلي المواعين تبقى عايزة تنامي هتسيبي صلاة التراويح هتسيبي برضو حاجات كتير وراكي يعني احنا مش ورانا بس غير فطار في رمضان لا ورانا حاجات كتير يا بنات. ربنا يقوينا يا رب ويجعل كل اللي احنا بنعمله ده في ميزان حسناتنا. وعايزه اقول لك على حاجه كمان جددي النيه ان شاء الله باذن الله يا بنات. اللي كل حاجه احنا بنعملوها في بيتنا ده لوجه الله عشان خاطر ان شاء الله باذن الله ربنا يجازينا كل الخير على وقفتنا في مطبخنا على تنظيفنا على خدمتنا لاولادنا على طاعتنا لجوزنا. كل ده ان شاء الله باذن الله على حسب النيه طبعا. ربنا هيجازينا خير اوعى تفكري يا بنات اللي بس يعني إحنا بنصلّي الحمد لله، والحمد لله على قدر اللي ربنا بيديه لنا إن شاء الله بنطيعوه وبنعمله يعني حاجات في بيوتنا كده إن كان قراءة قرآن، أي حاجة اللي إحنا بنعملوها ديّة، بس في نفس الوقت طبعًا وقفتِك في مطبخِك ده كلّها ربنا بيجازيكِ خير، اوعي تفكّري اللي هي حاجة كده اللي هي مثلًا بيقولوا أنتِ ما وراكيش غير الكنس والطبخ والمسيح والكلام اللي فيه ناس يعني ربنا يعينهم على اللي هُم فيه بيقولوه، لأ طبعًا، ده أنتِ ربنا بيجازيكِ كل الخير على خدمتِك في بيتِك وخدمتِك لولادِك وخدمتِك لجوزِك وطاعتِك ليه. بس أهم حاجة زي ما قُلت لِك جددي النية لكل ده إن شاء الله بإذن الله بتعمليه عشان خاطر ابتغاء لوجه الله وترضي ربنا فيه وتتقي ربنا وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا بوقفتنا وبتعبنا وبمجهودنا. وعايزة نشكر كل أمهاتي اللي بيدعوا لي ربنا يخليكم ليا. مامة أمينة ربنا يبارك فيكِ ورمضان كريم عليكِ وسلمي لي على ماما يا أمينة وأنتِ بقى لِك فترة فينِك بجد يعني بتقلقيني جدًا. وحبيبة قلبي أمي وآمنتي بالله برضه ست محترمة جدًا، بكفاية دعواتِك ليّا، ربنا يخليكِ ليّا وما يحرمني منِّك أبدًا، وبرضه ست الكل تقريبًا أنا مش عارفة هي فاتن ماما فاتن والّا هي أم فاتن مش عارفة بصراحة. بس دعواتِك ديّة بصراحة هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتحفزني في القناة اللي أنا أفضل متشجعة فيها، أمهاتي وأحباتي وأخواتي وأصدقائي اللي أنا اتعرّفت عليكم في القناة، ربنا يخليكم ليّا يا بنات وما يحرمني منكم أبدًا، أبدًا، ويجعله رمضان خير عليكم وعلينا إن شاء الله بإذن الله، اسم واحدة، واحدة، عشان ما نذكرش أي حد وأي حد يزعل مني يقول لي أنتِ ما ذكرتيش اسمي يا إيمان أو نسيتيني. ربنا الأعلم أنا طبعًا عارفاكم كلكم والله العظيم وخلاص اتعودت عليكم. ومجرد اللي أنتم بس تغيبوا عني فترة بصراحة بنقلق عليكم جدًا، جدًا. فالحمد لله بس كده إيه ربنا يجمعنا دايمًا في الخير إن شاء الله بإذن الله. خلّصت كده بقى يا بنات، جِبت الزعافة بتاعتي شايفين المروحة وشايفين اللي عليها؟ خيرات. والمروحة دلوقتي مش شغالة طبعًا الجو برد وما فيش أي حاجة بقى شغالة وكده، بس بتجمّع بقى بُصّوا كمية تراب وكمية عفرة فظيعة. يالّا بقى إيه، وزي ما قُلت لِك التشجيع، تشجيع، تشجيع، يعني ما تكسّليش ما عادش فاضل وقت. حتى لو أنتِ مش هتغسلي سجاد مش هتعملي أي حاجة، قبل رمضان طلّعي فرشتِك بس كده تتشمس، تتهوى في الهوا برّه، اكنسي الشقة، امسحيها، روّقي كده الخشب بتاعِك أو ترابيزة بتاعة تلفزيون، شاشة، بتاع، الكلام ده كلّه يا بنات والله العظيم يعني تلميعة بس بسيطة كده، لو أنتِ مش من الناس اللي بتحب التنضيفات في رمضان، بتحب التنضيفات قبل العيد، بس برضه دخلة رمضان إن شاء الله بإذن الله، عايزين تبقى كل بيوتنا منوّرة إن شاء الله بإذن الله. وطبعًا أنا الأيام دي بصراحة يا بنات من الشغل بقى مقضياها كلّها أكلات اقتصادية، يعني أسهل حاجة في الأكل ممكن نعمله بنعمله. طبعًا ساعات نعمل لهم كده نحمّر لهم شوية مكرونة كده ونعمل جنبهم شوية بيض أو بيضتين، أو نحمّر مكرونة نسلق جنبهم بطاطس، أو صينية الجناح اللي بالبطاطس ديّة شُفتوها. نعمل إيه تاني النهارده إن شاء الله بإذن الله نعمل لهم كده شوية شعرية باللبن إن شاء الله بإذن الله، حاجات بقى تكون بسيطة تسهّل عليها وفي نفس الوقت يا بنات الوقفة يعني ويبقى أكلهم جاهز فاهمين؟ فإن شاء الله بإذن الله أيام خير وأيام بُصّوا أنا هاقول لكم يعني كل الناس كانت بتقول لي: "يا إيمان شهر رمضان، شهر رمضان." والله العظيم يا بنات يعني لسه فاضل دلوقتي حوالي 6 أيام على رمضان والخير جايبه معاه، يعني تحسّي إن الخير تحسّي إن في بُصّي هلِّته كده وروايحه والخير اللي بيبقى مالي البيت فعلًا، فعلًا ظهر من قبل حتى هو كده فاضل يعني 6 أيام تقريبًا مش عارفة والله مش عارفة نحسب يعني. وبرضه الخير الحمد لله، الحمد لله ربنا قدّره لنا كده وجعله لينا إن شاء الله بإذن الله. حاسة بيه ملا البيت، الحمد لله يا رب. البركة يا بنات البركة، البركة في البيوت ديّة حاجة من عند ربنا طبعًا. بس أهم حاجة زي ما قُلت لِك تبدئي كده يومِك كده بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأي حاجة تبقي في مطبخِك تمدّي إيديكِ فيها، حاجة بتشيليها، حاجة بتخشي حتى عند حد، داخلة بيت حد، داخلة بتشوفي حاجة،
صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، تبارك الله ما شاء الله. الكلام ده كله يا بنات بس عشان خاطر طبعًا ربنا يبارك لأي حد في أي حاجة عنده طبعًا، البركة طبعًا من عند ربنا، وإن شاء الله بإذن الله طول ما أنتِ بقى ربنا جعل الذكر كده على لسانِك، فإن شاء الله بإذن الله متأكدة إن ربنا راضي عليكِ. خلّصت يا بنات كل بقى المراحل اللي كانت في الشقة، وجيت دلوقتي عشان نمسح البلاط، عايزة بقى نمسح البلاط ونلم الدنيا إن شاء الله بإذن الله، عشان خاطر يعني زي ما قُلت لِك الدنيا بتبقى مكركبة جنبِك. أول كده ما تلمي كل حاجة، فأنتِ بتبُصّي بقى تلاقي الدنيا هدت شوية، وكمان الفرشة برضه بتهدّي المكان أكتر، يعني أنا كنت عايزة نسيب الفرشة دلوقتي، بس طبعًا حبايبي قالوا لأ يا إيمان افرشي دلوقتي عشان خاطر بس الدنيا تلَم معاكِ، فإن شاء الله بإذن الله، بإذن الله في الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله مش عارفة بقى هنفرش والّا نعمل معاكم المطبخ، مش عارفة بصراحة، بس أنا لسه قدّامي دلوقتي نغسل التلاجة والبوتاجاز بس، وننضّف المطبخ يعني تنضيفة بسيطة كده إن شاء الله بإذن الله، لإن الإدراج وضرف وكل حاجة نضيفة ومتلمّعة وكل حاجة، يعني بنعمل معاكم روتينات كتير، حتى من ورا الروتين كده من ورا الكاميرا بنبقى واقفة في المطبخ بننضّف. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهِك وعظيم سلطانِك. في الوقت ده بقى يا بنات أنا مسكت طبعًا القعدات كده غسلتها وطلّعتها برّه نشرتها يعني، وهنمسك بقى كل الفازات، الورد، أي حاجة يعني من الحاجات البسيطة اللي بتبقى مثلًا على الرفوف، أي حاجة كده هندخّلها المطبخ نغسلها بقى بمَيّة وصابون ونسيبها إن شاء الله بإذن الله تتنشف، عشان خاطر تبقى كل حاجة بقى بتلمع معاكِ كده ونضيفة وتحسي فعلًا، فعلًا بالنضافة وتحسي بالفرق. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الفيديو يكون حفّزكم، ويا رب بإذن الله، بإذن الله تكونوا في أحسن الأحوال. طبعًا أم محمد وأم أحمد بتكتب لي بتقول لي: "أنا بنحبِك جدًا يا أمونة." والله العظيم أنا باحبكم أكتر ما أنتم بتحبوني، أنا لا شُفتكم تمام، ولا عرفتكم، بس المحبة دي من عند ربنا طبعًا يا بنات، يعني أنتم شُفتوني وطبعًا أنتم شايفيننا بنعمل معاكم روتينات، أنا ما شُفتكوش غير من comment مجرد comment أنتم بتكتبوه، بس بجد والله العظيم بقيتوا جزء مهم جدًا، جدًا من يومي أو من حياتي، ربنا يديمكم نعمة حلوة في حياتي. ما يحرمني منكم أبدًا، أبدًا، بس البنات اللي بتغيب فعلًا فترات أنا بنقلق والله العظيم عليها يا بنات فربنا كده ما يغيبكم عني أبدًا ويطمن قلبي عليكم إن شاء الله بإذن الله، وخلاص كده يا بنات خلّصت، هناخد بقى كل حاجة كده ندخّلها المطبخ إن شاء الله بإذن الله، عشان خاطر نغسلها بقى ونروّقها، وده كان آخر حاجة عملتها، بس قبل ما نعمل أي حاجة هنعمل الأول يا بنات العشا بتاعي، مسكت كده معلقة سمنة بلدي حمّرت فيها نُص الشعرية، يعني نُص كيلو قسمته على مرتين، حمّرته كده وحطيت له بقى مَيّة لغاية ما يستوي، وبعد كده حطيت له اللبن، وآدي يا بنات لو عندِك بقى تذكرة فانيليا كده تحطيها، وكانت ده العشا بتاع الولاد حطيت لهم كده اتعشوا، عندِك مكسرات بقى حطيها، ما عندكيش مكسرات ما فيش أي مشكلة خالص، طبعًا دلوقتي كل حاجة موجودة يا بنات بتاعة رمضان، جوزة الهند قصدي، والبشر والزبيب والكلام ده كلّته. وخلاص دخلت بقى دلوقتي أغسل برضه الطبقين اللي كانوا موجودين معايا، وفي نفس الوقت ناخد بقى كل حاجة كانت موجودة في الشقة، عشان خاطر بإذن الله، بإذن الله يكون يومنا سعيد ويومنا هنا كده، وتبقى الفرشة بقى كل حاجة نضيفة في نضيف في نضيف يعني، شايفين أهوّة أهي حاجات بسيطة، بس زي ما قُلت لِك بتفرق معاكِ جدًا، جدًا في أثناء يومِك وفي أثناء نضافتِك، وتيجي تفرشي الحاجة تلاقيها كل حاجة جديدة، كل حاجة نضيفة، حتى لو حاجتِك بسيطة بس إن شاء الله بإذن الله بالنضافة بتاعتِك ديّة أو بترتيبِك ليها بتبقى بُصّوا جنة، بجد يا بنات، بيتِك لو هو بسيط بنضافتِك واهتمامِك بيه، بمعطِّرِك، بوقفتِك فيه على طول كده، إيدِك فيه على طول، فتلاقيها كل حاجة نضيفة جنبِك، وكل حاجة منوّرة الدنيا كده، ومش هتحسّي أصلًا إن بيتِك إذا كان بسيط أو إذا كان ناقصِك حاجة أو مش ناقصِك حاجة، لإن طالما الحاجة مكفّياكِ ومقضّياكِ ومش محوجاكِ لحاجة، يبقى كده عندِك الدنيا وما فيها. بس كده، خلّصت النهارده إن شاء الله بإذن الله يا بنات، شايفين بقى أنا غسلت كل حاجة وسِبتها كده إن شاء الله بإذن الله تنشف بقى، وده كان آخر الروتين بتاعي، أتمنى النهارده الروتين يكون عجبكم وحفّزِك، شجّعِك. طبعًا يا بنات الفيديو بصراحة لمّا يكون طويل أنا ما بنبقاش لاقية كلام نقوله والله العظيم، كل الحكاية بس يعني إيه، آآ مش عايزة يعني ناخد منكم تفصيلة عشان خاطر بس التشجيع وكده يعني، غير كمان إيه والله بناخد منه حاجات كتير بنقصّها ونقطّعها ونرميه يعني أو بنشيله من الفيديو. بس كده، جينا لنهاية الفيديو، أتمنى النهارده بإذن الله، بإذن الله تكونوا كلّكم موجودين وفي أسعد الأحوال وتكونوا خلّصتم، وخلاص كده جينا للنهاية، وأدي الشباك غسلته أهوّة يا بنات تمام، وهنسيبه بقى إن شاء الله بإذن الله عشان برضه ينشف وعشان خاطر نغيّر له السلك بتاعه، وخلاص كده ده كان آخر فيديو معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون